دايما بنصب غضبنا على بابا وماما. هما بيعاملوني بطريقة انا ما استحقش ان انا اتعامل بيها. بس السؤال هنا، هو انت بتعامل نفسك بنفس الطريقة اللي انت ما تستحقش تتعامل بيها؟ احيانا بيبقى في اصوات والدية عقابية او متطلبة، انت لازم تعمل كذا، لازم تعمل كذا، انا بقدم لك كل حاجة اقدر عليها، خليك رقم واحد في التمرين، انا عايزك تبقى الاول في البطولة. فساعات الاصوات دي اما بنسمعها احنا بنتبناها. انا كمراهق بتبناها، فانا بفضل اقول لنفسي نفس الكلام وما بسامحش نفسي. فمن الاخر اللي مش بيسامح نفسه محدش بيسامحه. اول ما يحصل مشكلة اول سؤال يجي على بالي، هو انا شاركت في المشكلة دي بنسبة قد ايه؟ وهل مشاركتي دي لو انا شلتها من المشكلة هل المشكلة هتفضل قائمة؟ واحاول ابدا ابدل الاصوات العقابيه والاصوات المتطلبه دي باصوات والديه رحيمه لنفسي. انا مش رقم واحد في السباحه، انا مش اجمد واحد في الفريق بتاعي، بس انا رقم واحد في الرسم. انا شايف ان انا جامد جدا في الرسم، اعرف ارسم حاجات مفيش حد يعرف يرسمها غيري. فانا محتاج ابدا اشوف انا قوي في ايه وابدا انميه. ده بيساعدنا بنسبه كبيره جدا ان احنا نسامح اهالينا لما انا اسامح نفسي.